يا مساء الفل. هعمل معاكم النهارده طريقه حلوه جدا للقرنبيط بعيدا عن القلي اللي حابب يعمله بطريقه مختلفه وفي نفس الوقت تكون حلوه. الطريقه دي انا عملتها معاكم من كام شهر، وكل اللي جربها عجبته جدا، مع اختلاف ان انا الوصفه الاصليه ما كنتش حاطه فيها قرنبيط، وفي الفيديو قلت لكم ان الوصفه دي ينفع معاها اي نوع خضار انتي ما بتحبيش طعمه، فانتي جربيها بالقرنبيط. انا واثقه ان هي هتعجبك جدا لدرجه ان هي في حلاوتها كده بتنافس القرنبيط المقلي اللي احنا متعودين عليه وكلنا بنحبه. وللأمانة يعني دي أحلى طريقة هتعمليها للقرنبيط وعلى ضمانتي. يلا بقى ندخل في الطريقة على طول. في البداية كده أنا عندي واحدة من القرنبيط حجمها متوسط كده. أنا هعمل صينية حجمها كبير، فلو انت حابة تعملي صينية حجم متوسط في كل الأحوال أنا هسيبلك لينك الفيديو بتاع الوصفة الأصلية في أول تعليق مثبت، امشي على المقادير بتاعته بالظبط. جبت كده قرنبيطة متوسطة الحجم. في البداية بقطعها ظهر كبير شوية عشان أنا مش عايزاه يبوش مني لما أسلقه. وقبل ما ابتدي أسلقه باخده تحت الحنفية أغسله كويس جدا من التراب الموجود فيه، ولو في أي حتة غامقة ببتدي أشيلها. كنت حاطة حلة عندي على النار فيها مية بتغلي، وحطيت فيها كده معلقة من الملح ومعلقة صغيرة مليانة من الكمون عشان أضيع الريحة القوية بتاعة القرنبيط. عايزة اسلق القرنبيط لمدة 3 دقايق بس عشان بعد كده هيكمل تسوية. هجهز عندي كوباية من المية هحط فيها كده مكعب مرقة. ممكن تستبدلي كوباية السوائل دي بكوباية من اللبن او كوباية من الشوربة لو عندك شوربة مركزة طعمها حلو كده زي ما انت عايزة. في الفيديو السابق انا عملت الخلطة دي باللبن، فحبيت اغير المرة دي وعملت كده مية فيها مكعب مرقة دوبته. اهم حاجة ان المية ما تكونش سخنة، تكون دافية. بعد 3 دقايق كنت مجهزة عندي بولة فيها مية ساقعة، وهبتدي انزل القرنبيط بتاعي عشان يوقف التسوية بتاعته، وهاخده تحت الحنفية اغسله كويس جدا وهسيبه في المصفى يتصفى. جبت بقى القرنبيط بتاعي بعد ما اتصفى كويس جدا مفيهوش ولا نقطة مية. هبتدي بقى اقطع كمية القرنبيط الموجودة عندي زي ما انت شايفة كده قطع، ويعني مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي. وطبعا ده بيرجع لك انت، لو انت حابه ان يكون شكله مختفي تماما قطعيه صغير جدا زي ما انت عايزه، او ممكن تقطعيه الحجم الوسط اللي انا قطعته ده. في طاسه عندي على النار حطيت فيها شويه كده من الزيت، نزلت على الزيت ببصلايه كبيره مفرومه ناعم في الكبه، وهبتدي ادي للبصل بتاعي تشويحه. انا عايزه البصل يعني يبتدي يدبل كده وياخد لون بسيط، مش عايزاه يغمق معايا. كنت مجهزه عندي كام قرن فلفل رومي، قرن فلفل حراق لو انت عايزه، وهنزل الفلفل ياخد تشويحه مع البصل بتاعي. تمام كده. بعد ما الفلفل خد تشويحه ابتديت انزل بطماطميتين كبار مقطعاهم نفس التقطيع بتاع الفلفل، وهبتدي اقلب كل حاجه هنزلها على البصل هديلها تشويحه كده. مش محتاجه ان هم يتبلوا ولا حاجه، كده كده انا هحط القرنبيط هديله تشويحه. القرنبيط اللي انا قطعته معاكم نزلت بيه على المكونات دي وهديله كمان تشويحه، وعلى نار كده اقل من المتوسطه هفضل اقلب فيه لحد ما يبتدي ريحته الحلوه كده تطلع. نزلت بمعلقه صغيره مليانه من الثوم البودر، لو عايزه تحطي ثوم مفروم زي ما انت عايزه ممكن تحطي 3 فصوص ثوم كبار. حطيت كمان معلقه صغيره من الكمون وشويه من الملح. هبتدي بقى اقلب الكلام ده كله على النار، يعني مش اقل من 3 دقايق كده لحد ما تبتدي الخليط ده يشرب من البهارات والثوم اللي انا حطيته. وبعد حوالي 3 دقايق رفعته من على النار وهسيبه يبرد تماما. وطبعا هدوقه لو محتاج ملح هظبط الملح في المرحله دي قبل ما اضيف عليه اي حاجه. في بوله عندي تانية حطيت فيها 3 حبات من البيض يكون حجمه كبير، وحطيت معلقه صغيره من اي بهار لونه اصفر عندك ويكون بهارات تكون حلوه. لو ما عندكيش ميكس بهارات ممكن تحطي معلقه صغيره من الكركم. حطيت كمان نص معلقه من الفلفل الاسود عشان اضيع الزفاره بتاعه البيض. وعايزه اقولك ان البهارات الصفراء اللي انا بحطها دي بتدي لون حلو جدا للصينيه بعد ما تخرج من الفرن. قلبت كل ده مع بعض كويس جدا، وهبتدي انزل بقى بكوبايه السوائل اللي انا قلتلك عليها، سواء لبن او ميه فيها مكعب مرقه متدوب زي ما انا قلتلك، او حتى شوربه لو عندك شوربه مركزه. قلبت الكلام ده مع بعض كويس جدا، وهبتدي انزل بالدقيق بتاعي. هنزل بكوبايتين الا ربع من الدقيق بس تدريجيا. نزلت بكوبايه في الاول، وبعدين حطيت كيس كده من البيكنج باودر. وزي ما قلت لكم قبل كده ان البيكنج باودر بيطلعها معايا بعد التسويه هشه جدا ومش مكتومه. نزلت انا في الاول بكوبايه من الدقيق، وبعدين حطيت باقي كميه الدقيق اللي انا قلت لك عليها. قلبت كويس جدا عشان الخليط ما يكلكعش معايا، وهوريك السمك المطلوب
اللي المفروض توصلي له قبل ما تضيفي اي حاجه تاني. هو ده السمك، يعني تقيل نسبيا، ما يكونش خفيف قوي وما يكونش تقيل قوي. كنت مجهزه عندي شويه كده من الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، لو عندك كزبره بس ضيفي برضو بتبقى حلوه قوي. انا حطيت طبق كده من الخضره على الكميه اللي انا عملتها معاكم. بعد ما قلبت كويس جدا، هو ده القوام اللي انا بوصل له، بيكون فومي كده بسبب البيكنج باودر اللي انا حطيته، مش هيطلع معاكي مكتوم نهائي. كان الخليط اللي انا عملته معاكم على النار بارد تماما. في المرحله دي هبتدي انزل بقى خليط البيض اللي انا لسه كنت عاملاه بالخضره، وهقلب الكلام ده مع بعض كويس جدا. وبفكرك ان انا دقت الملح وظبطته قبل ما ابتدي احط البيض على الخليط بتاعي. في المرحله دي بقى انا كنت شغلت الفرن على درجه حراره متوسطه، لان لازم الفرن يكون سخن جدا. بعد ما قلبت كويس قوي بوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. مش عايزه اقولك ان ريحتها بتكون خطيره بالرغم ان انا لسه ما سويتهاش. جبت بقى الصينيه بتاعتي، انا عملت صينيه كبيره، وعشان كمان ما بحبهاش مرتفعه قوي فجبت اكبر حجم في الصواني عندي، حطيت فيه شويه صغيرين من الزيت وشويه كده من الدقيق. بدرت الصينيه كويس جدا عشان الخليط بتاعي ما يلزقش فيها بعد التسويه. وبعدين نزلت الخليط بتاعي، وزي ما انت شايفه كده ببتدي اهز الصينيه. اهم حاجه ان الخليط ما يبقاش فوق نص الصينيه، يعني يكون واخد النص بس بتاع الصينيه، عشان ما يبقاش مرتفع قوي بعد ما تيجي تخرجيها من الفرن. انا دخلت الصينيه بتاعتي فرن سخن جدا، بقاله مثلا 7 دقايق في الرف اللي في النص، وبسيب الصينيه تستوي براحتها، يعني من 35 دقيقه ل 40 دقيقه. طبعا بعد 35 دقيقه بتخرجيها وتختبريها كده من النص بسكينه ولا حاجه، لو طلعت نضيفه يبقى استوت. وانت كمان بتلاحظي ان هي استوت لما تلاقيها سابت الجناب بتاعت الصينيه وخدت اللون اللي انت شايفاه ده. وبعد ما اتاكد ان هي استوت بنسبه 100%، بشغل عليها الشواية تاخد لون بسيط من على الوش. شايفين شكلها عامل ازاي ولا طعمها وريحتها؟ لازم تجربوا الطريقة دي على ضمانتي. طبعا انا بعد ما خرجتها سبتها حوالي ربع ساعة بس تكون دافية، عشان اعرف اقطعها وتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتتاكل سخنة وبتتاكل باردة، والأهم من ده كله بقى إن هي مفيدة جدا وطعمها حلو قوي، لونها حلو جدا وسهلة وسريعة. جربوها على ضمانتي، أنا واثقة إن هي بإذن الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.